هل أنتم مستعدون لحث كروي من العيار الثقيل؟ ريال مدريد، النادي الملكي، صاحب الأمجاد الأوروبية، في مواجهة نارية أمام أرسنال، فريق الشباب والطموح والانفجار الهجومي، صراع بين الخبرة والتكتيك، بين التاريخ والحلم، بين إسبانيا وإنجلترا. من سيحسمها؟ من سيفرض سيطرته على المستطيل الأخضر؟ كل شيء ممكن، وكل الأنظار تتجه نحو هذه المواجهة. ابقوا معنا لتحليل شامل، توقعات نارية، وكل ما تحتاج معرفته قبل صافرة الانطلاقة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب الإمارات يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. موعد المباراة 8:00 مساء بتوقيت المغرب، القناة الناقلة. المباراة منقولة مباشرة وحصريا عبر قناة بي إن سبورتس الواحد. ريال مدريد وأرسنال عملاقان من عمالقة أوروبا، لكن هل تقابلوا كثيراً؟ الحقيقة إن عدد مواجهاتهم الرسمية قليل جداً، لكن فيها حكاية. في موسم 2005 إلى 2006 تواجه الفريقان في دور 18 من دوري أبطال أوروبا. المباراة الأولى كانت في سانتياغو برنابيو، وحقق أرسنال المفاجأة وفاز 1-0 بهدف أسطوري من تييري هنري. وفي الإياب على ملعب هايبري انتهت المباراة 0-0 وتأهل أرسنال، وكانت هذه أول مرة يتأهل فيها إلى نهائي دوري الأبطال. بعدها في عام 2008 تواجهوا في مباراة ودية ضمن كأس الإمارات، وفاز أرسنال أيضا 1-0. وفي عام 2019 لعبوا مباراة ودية ضمن الكأس الدولية للأبطال، وانتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز ريال مدريد بركلات الترجيح. يعني باختصار، ريال مدريد ما قدر يحقق أي فوز رسمي على أرسنال حتى الآن. ريال مدريد في موسم 2024 إلى 2025 موسم مثير ومليء بالتحديات. في الدوري الإسباني الريال حاليا في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، خلف المتصدر برشلونة ب3 نقاط فقط. الفريق ينافس بقوة على اللقب، وكل جولة أصبحت نهائي. أما في دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تأهل للربع النهائي، ومقبل على مواجهة نارية ضد أرسنال. أنشيلوتي يطمح يعيد المجد الأوروبي، لكن الإصابات مزعجة. رغم الغيابات الفريق يملك أسماء قادرة على صنع الفارق في أي لحظة. أرسنال في موسم 2024 إلى 2025 فريق جائع للبطولات. في الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال حالياً في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق بسيط عن المتصدر ليفربول. الفريق يقدم أداء قوي وثابت بقيادة أرتيتا، اللي صنع مجموعة متجانسة تلعب كرة هجومية جميلة. لكن التحدي الحقيقي لأرسنال هذا الموسم هو دوري أبطال أوروبا. الفريق وصل لربع النهائي وحيواجه ريال مدريد في قمة نارية. أرتيتا يسعى يكتب التاريخ ويرجع أرسنال لزمن الهيبة الأوروبية، لكن في مشاكل. الإصابات مؤثرة على الدفاع، خاصة بعد غياب بعض الركائز، وهذا ممكن يكون نقطة ضعف ضد فريق مثل ريال مدريد. مع ذلك أرسنال حاليا هو أحد أقوى الفرق في أوروبا من ناحية الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي. ريال مدريد داخل على واحدة من أهم مراحل الموسم، لكن الغيابات ضربت الفريق. خماسية غائبة عن مباراة القمة: لونين، مندي، سيبالوس، ميليتاو، كارفاخال، أنشيلوتي. أمام اختبار صعب في ظل هالغيابات، خاصة مع ضغط الدوري ومواجهة أرسنال في الأبطال. يواجه أرسنال تحديات كبيرة مع اقتراب المواعيد الحاسمة في الموسم، أبرزها موجة إصابات تضرب الفريق في أهم فتراته. الغيابات طالت أسماء مهمة في الدفاع والهجوم. هالغيابات مؤثرة جدا وبتقلل من الخيارات المتاحة لأرتيتا، خصوصا في مباريات دوري الأبطال والدوري الإنجليزي. الغيابات هي كالافيوري، جابرييل، تومياسو، جابرييل جيسوس، هافرتس، وايت، تيمبر، ستيرلينغ. التأثير واضح: الدفاع أقل استقرار، الحلول الهجومية محدودة، والضغط أكبر على العناصر الأساسية المتبقية. أرتيتا لازم يشتغل على تكتيك ذكي يغطي الفراغات كي يصمد أرسنال أمام الريال في الأبطال. مباراة أرسنال ضد ريال مدريد قمة منتظرة، لكن الوضعية صعبة على الفريقين. الغيابات مؤثرة بقوة، الصعوبات موجودة على الجانبين. لا أحد بكامل قوته، ولا أحد يدخل وهو مرتاح. توقعي للمباراة التعادل، لأن الفريقين سيتعاملوا بحذر، والخوف من الخسارة أكبر من الرغبة في المجازفة. ورقة الحسم غالباً تكون في الإياب، مواجهة تحتوي على جميع عناصر الإثارة: تاريخ،
طموح وغيابات مؤثرة. جمهور الريال ينتظر انتصارا يؤكد الهيبة الأوروبية، وجماهير أرسنال تحلم بكتابة فصل جديد في رحلة العودة نحو المجد. ترقبوا القمة واستعدوا لسحر الأبطال، فالليلة الأوروبية لا تعترف بالحسابات بل تصنعها.